طيب انتقالات النادي الاهلي عشان ناس كتيره جدا بتتكلم عليها، هقول لكم بالظبط يعني. وكيل محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي قال ان اللاعب انهى جميع الصفقات والاهلي انهى جميع الاتفاقيات خلاص، وانه من المنتظر انه يصل القاهره غدا بكره الاثنين ان شاء الله للاعلان رسميا عن الصفقه. ده الكلام اللي بيتقال يعني. طيب الاتفاق شكله عامل ازاي؟ مليون و200 او 250 او 300 الف دولار، في قول 200 قول 250 قول 300، فانا هقول مليون و300. الاهلي ليه كام عند النجم الساحلي؟ ليه 9 مبلغ مالي واعاره لحسام حسن وزياد طارق. حسام حسن 6 شهور، زياد طارق سنه ونص لنادي سموحه. وعلى فكره دي حاجه كويسه لحسام ولزياد، لانه حسام شفناه مع سموحه كمهاجم متالق، شفناه مع الاهلي الحظ ما ابتسملوش، فيعود من جديد الى سموحه يلعب باستمرار، يبقى اساسي باستمرار، يعيد 175 الف دولار، والاهلي هيسدد ال 325 الف دولار خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه لكريستو. الناس كلها بتقول نادي كويس، يعني اللعيب كويس. الاهلي كمان يقال انه انهى كل الاتفاقات مع نادي سموحه بخصوص ضم الظهير الايمن خالد عبد الفتاح 4 سنين ونص. اللي عرفته انه اللاعب اتنقل للاهلي مقابل اكتشاف نفسه ويعيد مكنه الاهداف مره اخرى، ويقنع الجماهير ويقنع المسؤولين في الاهلي انه له احقيه في مكانه في النادي الاهلي ومن ثم في المنتخب الوطني. اما زياد طارق فزياد اتظلم. انا من وجهه نظر ان زياد ومحمد محمود اتظلموا، كانوا مشوا من بدايه الموسم او كانوا اتمرنوا مع الفريق وخدوا حظهم وحقهم يعني، لكنه ماله موسم ونص مع سموحه. نادي سموحه نادي محترم جدا، وزي ما قلت لكم كان في تنافس ما بين سموحه والاتحاد على ضم زياد طارق، لكن يبدو مع الصفقه التبادليه مع خالد عبد الفتاح الموضوع انتهى، والعلاقه طيبه جدا اللي بتجمع. لسه الاهلي ما حسمش، لسه الموضوع لم يتم حسمه حتى هذه اللحظه، خصوصا انه يعني امبارح ظهر بمظهر متوسط، والراجل قال لهم ادوني وقت ان انا اتابعه كويس واشوف بشكل كويس يعني. الاهلي كمان بيدور انه يضم لعيب كمان فوق السن، في كلام عن لعيب لاتيني هيتم حسمه خلال الايام القليله المقبله. زي ما قلت لك الاهلي امبارح لعب مباراه وديه مع منتخب غانا للمحليه. كان كهربا وعمار حمدي ومحمد محمود وزياد طارق، واللي ادار المباراه كان شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق 2001، ومعاه محمد شرف المدير الفني لفريق 2003. الاهلي كان كسبان بهدف لزياد طارق، كان بجونين. ده مش مهم، المهم مين بقى اللي شاف المباراه دي غير خالد بيبو مدير قطاع الناشئين؟ اللي شاف المباراه دي كان كولر هو وجهازه، وسجل ملاحظات كتيره جدا، ولسه بقى هيتابع لانه جابوا له يعني سجل عملها له حلو قوي محمد محمود، لكن ضربه جزاء مين اللي سجلها بقى؟ دانيال افري. مين دانيال افري؟ ده اللي الاهلي كان بيتابعه في هذا اللقاء، يعني اللقاء ده كان معمول عشان الاهلي يبص على دانيال افري ده اللي سجل هدف من ضربه جزاء، وبعد كده منتخب غانا جاب له المباراه وبعتوها له هيتابعها هل الولد ده ينضم او لا، لانه لو انضم هيبقى تحت السن، فلسه بيفكروا. لكن الاهلي بيفكر يجيب حد كويس. باحمد دياب رئيس رابطه الانديه بيرد على بيان بيراميدز. بيان بيراميدز كان بيراميدز طلع بيان، ما احنا لازم نبدا السنه بحدوته يعني، انه بيقول لك ان الاهلي خالف اللائحه، ويعني هو عمل بيان حقيقه النص الثاني غير النص الاولاني. النص الثاني حلو وجميل، لو كان اكتفى بالنص الثاني كانت تبقى احلى بدايه للسنه الجديده، لكن البيان الاولاني قال لك الاهلي ونقل المباراه وازاي ينقل المباراه، وده مخالف للوائح وده مخالف للقانون، ومحدش نسق معانا ومحدش قال لنا حاجه ولا محتاجه. وبعدين رجع في الاخر قال لك بس احنا لا نحتاج. دياب رد وقال لا يوجد في اللائحه ما ينص على موافقه الطرف الثاني، وبالتالي لا توجد اي مخالفات. وقال لك الاهلي من حقه انه يلعب في ملعب استاد القاهره لانه ملعبه الثاني البديل. وقال لك ان الاهلي جاب كل الموافقات الامنيه، فالراجل خلصها لك يعني خلاص الدنيا خلصانه. فانا الحقيقه مستغرب ليه؟ لان علاقتنا طيبه مع النادي الاهلي. وبعدين رجع تاني قال لك الطبيعي ان انت كنت تتفق معايا وتقول لي لانه الملاعب ولها ضوابط ولها قواعد. يا سيدي ما انت بتقول لا احتاج،
ولا اعترض، وان انا المباراه تتلعب في استاد القاهره، ما خلاص هاتها بجميله يا سيدي، وان كان ما فيهاش جمايل لانه قرب جدا يعني. وليه في نفس الوقت اللي عرفنا انه بيراميدز طلب حكام اجانب، وان تمت الموافقه على طلبه، وانه بالفعل طاقم تحكيم بولندي يتم استخدامه هو اللي هيدير مباراه الاهلي وبيراميدز، يعني اللي ليك بتاخده. فالامر وبعدين حضرتك لما تلعب في استاد القاهره، طب ما ده جميل يعني. هو ايه هو استاد القاهره وحش؟ حاجه عجيبه جدا يعني. المهم يعني كنا لازم نبدا السنه بحاجه يعني ايه فيها شويه صداع، لكنه حسمها احمد دياب. يا اخي حاجه غريبه جدا، كل ما نعمل حاجه كويسه ناس تحاول بكل الطرق انها تبوظها. حاجه عجيبه جدا. عندنا مجموعه اخصائيين بصراحه نصب واحتيال. انا اسف بقى، انا اسف، مش كفايه النصب باسم الانديه والاكاديميات وحواد ابنك ولا حواد ابنك النادي وادفع 20 وادفع 30 وادفع 50، والناس يعني للاسف الشديد بتقع في الشرك ده. وانا كشفت اكتر من عمليه نصب الحقيقه، وربنا كان يعني موكلنا ان احنا او سخرنا ان احنا نفوق الناس، وان احنا نجيب لبعض من الناس حقوقها، وان احنا نقفل ابواب نصب كتيره جدا. طلع برنامج حلو جدا، طلع مشروع جميل جدا جدا، برنامج كابيتانو مصر. ده بيكتشفوا بيه مواهب كرويه، لا ليه اكاديميات ولا ليه مدارس ولا ليه كشافين ولا ليه وكلاء تابعين. يعني اللي يجي يقول لحضرتك او لحضرتك انا من برنامج كابيتانو مصر وهات ابنك وهاخد كذا، يعني لا مؤاخذه اقلع اللي في رجلك واديله يعني وانت مغمض كده. ما ينفعش الكلام الفارغ ده. ده برنامج الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مع وزاره الشباب والرياضه، هم اللي عاملينه عشان يكتشفوا المواهب في كل محافظات مصر مجانا بدون مقابل. بدون مقابل. الشركه قالت لك كل اللي هيستخدم اللوجو ولا الاسم او اي حاجه هيربط اسمه فيها بالبرنامج ويضلل اولياء الامور، احنا بنحذره من دلوقتي وهياخدوا ضده كل الاجراءات القانونيه. لانه يا جماعه البرنامج ده لا بيهدف للربح ولا بيهدف لفلوس، ده هو بيكتشف المواهب، جايب خبراء من اللعيبه والمدربين القدامى المحترمين ومن وزاره الشباب والرياضه ومن القنوات، وعامل متابعه اكتر من رائعه عشان الناس تتشاف والناس تاخد حقها يعني. وعايز اقول لكم كمان ان اداره البرنامج كل الاجراءات القانونيه لاي حد، اي حد هيستخدم اسم البرنامج هيتاخد ضده اجراءات قانونيه شديده جدا. الناس تاخد فلوس، ناس تضحك على الناس. وعلى فكره الاختبارات اصلا تم اجراءها يعني وباشراف اللجنه العلميه في وزاره الشباب والرياضه وفي مراكز الشباب والرياضه يعني خلاص، وده من فتره يعني. والاختبارات اللي جايه هيعلنوا عنها من خلال الصفحه الرسميه الموثقه بالعلامه الزرقاء لكابيتانو مصر ومنصات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. فهتلاقي ناس تعمل صفحات مضروبه يعني. فعشان كده برضو قلت الحقكم واقول لكم الكلمتين دول لانهم مهمين جدا جدا جدا، وارجو